لما تجيب كلب هتتفاجئ زي ما ناس كتيرة جدا بتتفاجئ، خصوصا لو هو من السلالات اللي الدرايف بتاعها عالي، يعني الغريزة بتاعتها عالية. زي سلالات الحراسة، سلالات الصيد، الكلام ده كله. هتتفاجئ انه بيهزر بالعض كتير جدا، وان طبعا هو جرو واسنانه حامية وبيعض وبيعور وبيخربشك والكلام ده كله. وهتبقى متجنن وعايز يبطل والكلام ده كله. فهتسمع طبعا نصايح شهيرة بتاعت بقى: حط صباعك في زوره، اخنقه، اعمله، شده، زعق له جامد، الكلام ده كله. النصايح دي مدمره جدا، لانك لازم تبقى فاهم ان ده سلوك طبيعي من الكلب. وكل ما عليك هو انك تفهم الكلب ان السلوك الطبيعي ده لا يمارس على ايدينا اللي هو جلدنا او رجلينا، يعني او ايا كان، ولا يمارس على الاثاث بتاعنا اللي احنا مش عايزينه يبوظ والكلام ده كله. بل بالعكس، احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعيد توجيه السلوك ده لحتت تانية. ولكن عشان نعيد توجيه السلوك ده لحاجات تانية، لازم تعمل سيستم محترم عندك في البيت الاول. لازم تقسم يوم الكلب او وقت الكلب لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني ان هو بيقضي وقت معاك، بنتدرب فيه، بتعلمه الطاعه، بتعلمه السلوكيات عموما اللي انت عايزها، بتقعد تتفرج عليه كده وتراقبه وهو بيتمشى. عمل حاجه حلوه بتشجعه او بتكافئه، عمل حاجه انت مش عايزها بتبدا تمنعه بطرق لطيفه بسيطه. من ناحيه، ومن ناحيه تانية تبدا تعيد توجيهه للسلوك اللي انت عايزه، فتديله سلوكيات بديله. على سبيل المثال، مثلا هو بيعضعض في حاجه، فانت بتديله كلمه ليفت مثلا، فهو بيسيب الحاجه عن طريق انك انت مثلا تعمل صوت تنبهه الكلام ده كله. فلما يبص لك تكافئه، فبيبدا يفهم ان السلوك ان انا اسيب الحاجه دي وما اخربهاش هو سلوك بديل احسن من السلوك التاني، وهكذا. وتبدا تتفرج عليه، تبدا تعرفه الحاجات اللي ممنوع اللي مش ممنوع، تبدا تقعده معاك شويه وتتفرج سلوكه هيبقى عامل ازاي. لو بدأ اثناء الفتره دي يهزر معاك بالعض والكلام ده كله، تبدأ توجه سلوكه عن طريق انك انت يبقى معاك قماشه، عضاضه، لعبه، ايا كان الحاجه اللي هو بيحبها يعني. تبدا تمنعه، تقول له لا، واحده واحده كده، وتبدا تلعب معاه بالحبل بالقماشه بالكلام ده كله. فيبدا يفهم ان انا مش هتمنع عن السلوك ده، بس انا هوجهه في حته تانيه. تمام. الجزء الثاني من اليوم، او الجزء الثاني من وقته، لان الاجزاء دي ممكن تكرر، كل جزء فيهم يعني يكرر كذا مره في اليوم. تمام. هو بالعكس، هو يفضل يكرر كذا مره في اليوم. الجزء الثاني هو اللعب. ان انا نبدا نلعب بالكوره، نبدا نلعب بالحبل. دي مهمه جدا عشان موضوع العض، دي مهمه جدا جدا جدا. آه، كرة فيها حبل يعني، او عضاضة فيها حبل، او حبل الحبال اللي احنا بتاعت الكلاب اللي بتتباع في كل حتة. نبدأ نشد قدام بعض، ونبدأ دي اللي هي بتسمى تاج اوف وور، اللي هي لعبة شد الحبل. الكلاب بتحب اللعبة دي جدا، وتسيبه يكسب شوية وتخسر انت شوية، والعكس صحيح، تكسب انت شوية ويخسر هو شوية، وهكذا. ويبدأ هو يتعلم. تمام. ان انا اهو، ده انا بطلع الطاقة بتاعت العض والهزار والاستكشاف ببقي، والعضعضة والشد والتمزيع والكلام ده كله. بطلعها، بس بطلعها في مكان صحيح بالنسبه للاونر بتاعي. فانت هنا علمته ان في حتت بديله، وفي متنفس او في منفذ انك تطلع فيه الطاقه اللي عندك دي. فبالتالي ما بيبقاش الطاقه دي مكبوته عنده. من ضمن الجزء ده برضو انك تطلع طاقته، تنزله، تمشيه، تخرجه. طبعا لازم يبقى مطعم ومخلص تطعيماته. تمام. تلعب معاه، يلعب في الشارع، يتعامل، يخرج، يسوشيالايز شويه مع يقابل مثلا كلاب تانية، الكلام ده كله. فالجزء ده مهم جدا. الجزء الثالث ان هو يبقى لوحده. لازم يتعود ان هو بيتفصل لوحده شويه وبيقعد لوحده شويه. بيتوفر له مكان احتواء، زي مثلا ممكن يبقى اوضه معينه، ممر معين، الكريت بتاعه. المهم ان يبقى عارف ان خلال اليوم انا في فترات بروح اقعد في الحته دي، بهدى، بمارس الهدوء عن طريق طبعا انك توفر له عضاضه، او في العاب زي الكونج والحاجات دي اللي هي العضادات اللي بيبقى فيها اكل بينزل. الحاجات دي كلها بتخلي الكلب قاعد يعضعض كده وقاعد هادي. طبعا لازم تبقى معلمه كويس جدا انه يقعد في الحته دي، مش بترميه وتسيبه. تمام. فالجزء الثالث ده مهم ليه؟ علشان اول حاجه، لو انت مثلا عملت الجزء الاولاني والجزء الثاني والكلب خلاص، وكررت كذا يوم، كذا مره في اليوم، ففي وسط الاجزاء دي انت بتحتاج انك تفصله عنك شويه، عشان انت تفصل وهو يفصل، وهو يتعود ان لا، مش لعب طول اليوم، مش تدريب طول اليوم، انا بقعد اهدى شويه، الكلام ده كله. لما تمزج الثلاث اجزاء دول مع بعض، وتبدا تبدلهم مع بعض خلال اليوم، وتبدا تحط سيستم بالشكل ده، الكلب بينشأ
في بيئه ما خدش فيها فرصته قوي ان هو يهرج او يعض في الجلد والكلام ده كله، بل كانت في مشغوليات كتير وحاجات كتيره هو عملها من ناحيه. والفترات اللي هو كان بيحاول يهزر، يعض مثلا الجلد، يعض الرجلين، يعض ايا كان يعني بيهزر ازاي، او الملابس او الكلام ده كله، انت كنت بتديله سلوكيات بديله، وكنت توقف الموضوع ده من اوله، فما بياخدش فرصته. بس كده بكل بساطه. انا عايز اقول لكم ان الناس المحترفين حتى في الكورسز بتاعتهم، الناس بتاعت بره المحترفين جدا، تمام، ده الكلام اللي بيتقال. تمام، والله العظيم ده الكلام اللي بيتقال، وده الكلام اللي بينفذ، مش الكلام بتاع انك اعمل دماغك من دماغ الكلب واتخانق والكلام ده كله. والناس المحترفين دي انتوا لو اتفرجتوا على كلابها، تمام ماشي، كلابهم عادي، ما عمرهم ما بيهزروا معاهم بالعض، ما بيهزروش معاهم، عادي عادي، عايشين معاهم عادي خالص، ما فيش مشاكل خالص، كلاب مؤدبه جميله، ما فيهاش اي حاجه. بس كده، السلام عليكم.